قصه والله انتوا عارفين مين السبب وعارفين اللي حصل. انا ما رضاش يوقف الدوري. هم قالوا لك اللي انت مش هتوقف الدوري بعد ما خرجت، لا قال لك قبل ما تخرج وانت عارف. انت عارف ان الدوري مش هيقف. رحت ليه؟ رحت ليه؟ طب سؤال، انت خلاص وافقت ما تسمعنيش صوتك من الاخر. اسمع صوتك لو نجحت تقول لي انا رغم الظروف احترمك واقول لك قصه حلوه يا كابتن والله. لكن اللي انت طالع تقول لي اصلا انا ما خدتش، لا. طب وانت اللعيبه اللي انت واخدها عملت بيها ايه؟ ما عملتش بيها حاجه. على فكره بس منتخب الاردن اللي غلبك ده ما فيهمش واحد محترف في بايرن ميونخ يعني، بس عشان الناس فاكره اللي هو ايه منتخب الاردن، لا يا جماعه هم يعني الجامد فيهم بيحترف في قطر وفي السعوديه. فانت ما تتعاملش اللي انت كنت بتقابل بايرن ميونخ، لا. انت قابلت ورجع فيديوهاتي وكلمه افتكروا الكلمه دي، انا بقولها حتى على المنتخب الاولاني. اي منتخب او فريق هيقابل فريق مصري، بص اي حد بيلعب كوره هيقابل اي حد من مصر بيعرف يعمل 3-4 باصات على بعض، هنزعل والله العظيم هنزعل. اي ناس عندها الف كوره الف ب كوره هتحرجك، سواء كنت اهلي سواء كنت زمالك سواء كنت منتخب مصر. انت امبارح بتلعب يا جماعه، خلي بالكوا ده الدوري. ده الدوري اللي انت شفته امبارح، ده ملخص انتاج الدوري بتاعك. فاهمني؟ دي اللعيبه اللي بتدفع فيها ارقام، خلي بالكم برضو عشان ما نظلمش، مش ارقام عاليه يعني، دي الارقام المتوسطه. كابتن قفشه وكابتن شريف دي لعيبه متوسطه في مصر، لعيبه متوسطه. ميدو جابر والناس دي كلها. وعلى فكره يعني احنا لو جبنا المنتخب الاولاني امبارح عادي جدا كان هيترن مكانهم، مفيش اي حاجه. وليه نجيب المنتخب الاولاني مكانه؟ احنا ممكن نصبر اسبوع، ممكن نصبر 10 ايام بالظبط، هنشوف المنتخب الثاني المنتخب الاولاني الكبير وهو بيترن عادي جدا. الموضوع مش مفاجئ، الموضوع نتاج ناس عايشه على التاريخ. احنا 7 كاس فبناء على 7 كاس احنا هنتعالى على اي منتخب، احنا هنتعالى على اي تجربه ان احنا نسمعها. هنقول مين الاردن،